السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا والله ومرحبا، مسهم صبحهم بالخير وقت ما يشاهدونها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا نتحييهم. هذا رجال يقول في عام 1900 تقريبا يعني و65 حولها. يقول تخرجت معلم، كانوا المعلمين قلة في ذاك الوقت. يقول فتم توجيهي لأحد المدارس معلم، درست 2 بعدها تم ترشيحي مدير مدرسة، أصبحت معلم ومدير مدرسة في نفس الوقت. وكنت يعني حريص على الطلاب، وخاصة أني ماني من أهل الرياض، فكنت مسخر وقتي كله يعني للتعليم. وعساني ما أنسى فيه قصة اخترت علي، قصة قصيرة بذكرها لكم في آخر القصة هذه. يقول الحاصل أني فكنت مسخر يعني وقتي كله للتعليم والإدارة والمدرسة، وأجي للمدرسة يعني أول واحد وأطلع آخر واحد، وأحيانا أجي أرجع لها العصر أناظر وزين، وكأنها يعني ملك لي من زود ما أنا متحمس. في ذاك الوقت كان عمري يقول تقريبا ما بعد وصلت 30. فتفاجأت بأحد الطلاب، يقول كان يدرس الثانوي وكنت أنا مدير ثانوية، وكانت مدارس الثانوية قلة مرة. يقول فتفاجأت بأحد الطلاب، يعني كان غريب شوي، منعزل قبل الساج على قولتهم، وكان شاطر مرة في بعض المواد، وضعيف مرة في بعض المواد مثل الكيمياء والفيزياء، الرياضيات كان ضعيف فيها في أولى ثانوي، لكن باقي المواد الثانية كان ممتاز فيها. استغربت حقيقة. يقول استدعيته وجلست إياه ويعني وسولفت إياه وكذا، وكان كبير في العمر ترى على فكرة. يعني أول كانوا يدرسون يعني ممكن تدخل أولى ابتدائي تلقى واحد عمره 7 وتلقى واحد عمره 10 واحد عمره 12، كانت يعني داخلين بعضهم متأخرين. يقول الحاصل أني تناقشت إياه وكذا، يعني بحكم أنه مميز في بعض المواد وبعض المواد يعني مرة فاشل فيها. فقعدت أسولف أنا إياه وكذا، قال والله أنا يا أستاذ يعني ظروفي صعبة وحياتي صعبة، وحقيقة أنا ما أفهم في الكيمياء والفيزياء والرياضيات هذه مرة، ولا أنت عارف يعني ما في حد يشرح لك وكذا. فحتى المعلمين هنا إذا كلمته ولا شيء ولا استفسرته منه، كان فيه يعني كانوا أول فيه كثير من المدرسين الأجانب جايين من برا، وكانوا بعضهم الله يهديه بعضهم قاسي، يعني نجس، يتعامل معك بوحشية، يعني ممكن لو تسأله يضربك. فيقول أنا أتحاشى أني أسأل المعلمين وخاف أنهم يعني يزعلون ولا أبد ما أدري شو أسوي حقيقة، محتار أنا في أمري، هل أكمل أو أرجع إلى ديرتي. يقول فتذكرت أيام دراستي وغربتي وبهذلتي، حطيت نفسي مكانه. هذا يقوله المعلم الحين مدير المدرسة. يقول فقلت اسمع، يعني يقول فقلت له وش وضعك، يعني كيف ترجع لديرتك، أهلك هنا مو بهنا. يقول فاكتشفت أنه يسكن في قرية، القرية هذه فيها ابتدائية بس، بعد ما خلص الابتدائي قال بكمل المتوسط، رفض أبوه فأصر هو على أبوه اللي يكمل المتوسط، فبعد عناء وواسطات وافق أبوه. يقول فرحت المدينة الثانية تبعد عنا 40 كيلو، سكنت في هذه المدينة. يقول 40 كيلو تبعد عنا عشان فيها بس متوسط، فاتحين فيها متوسط ويدرسون. بعد ما خلصت المتوسط قال لي أبوي يرجع، فقلت يا أبوي أنا ماني براجع، أنا بكمل الثانوي. فيعني صار فيها في الإجازة الصيفية محاولات وكذا وإقناع، ويا الله أنها اقتنع. فكان يعني أقرب مالي أني أدخل في الثانوي أني أدخل للرياض، بحكم أننا قريبين للرياض. فجيت أنا للرياض أنا وأبوي، واستأجر لي يعني قريب من المدرسة غرفة واحدة، وحتى يعني فيها مغسلة
والله يتسلمكم دورة المياه، يقول أروح للمسجد أسبح في المسجد وأروح الحمام، الله يتسلمكم في المسجد، حمامات المسجد. يقول فاللي صار أني حقيقة المواد هذه أنا والله ما أفهم فيها، والآن أنا بديت أقتنع بكلام أبوي أني المفروض أني ما أكمل دراستي، والمفروض أني خلاص أرجع للديرة وأكتفي بالمتوسطة، والمتوسطة يعني زينة وكذا، أبلاقي فرص كثيرة وظيفية. يقول فمثل ما قلت لكم قبل شوي، يقول فخطر في بالي يعني معاناتي أنا أول ما جيت ودرست وصرت يعني لحالي وعزوبي. يقول فقلت هذه المواد الثلاثة أنا أكفيك إياها. قال كيف؟ قلت أنا أدرسك إياها، كل يوم تصل معنا في هذا المسجد القريب من يعني المدرسة، وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء أي شيء ما تفهمه أشرحه لك. يقول وأنا دارسها يعني كلها هذه. يقول فحتى أني إذا ما عرفت شيء ولاش، يقول جبت الطالب عندي وجبت المعلم وخليته يشرحه قدامي، يعني من باب أن المعلم يهاب شوي، يعني لو يروح الحالة الطالب يمكن يطرده المعلم. يقول فكأني تبنيت هذا الابن المسكين اللي جاي في غربة وصغير ويجاهد ويحارب يعني من أجل أنه يعني ياخذ شهادته. يقول فبالفعل والله يعني وقفت معه ودلت أشرح له وبديت أسس فيه تأسيس في هذه المواد، والحمد لله على شوي 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 لين انطلق وزانت أموره، حتى أنه يعني كان الأول على دفعته. يقول سبحان الله وكمل الثانوية وتخرج يعني بتقدير جدا ممتاز. خبري به ياخذ شهادته ولا عاد أدري وين راح هذاك الآدمي. تعرفون في ذاك الوقت تواصل صعب، وين تتواصل أنتو فلان ولا علان، يعني شايدة على قولتهم. يقول فراح ما حد أدري عنه، تحرى له ما وين تشوف له ما تشوف له، هو يعرف بيتي في الرياض وأنا ما أعرف عنه أي شيء، راح وبس. يقول فبعد تقريبا حدود 15 سنة أو أكثر من 15 سنة، يقول جاني منه رسالة، أول يكتبون يكون بينهم زي المراسلات. يقول فضرب الباب واحد علي البيت، ولما طلعت السلام عليكم السلام أنت فلان؟ قلت إيه نعم. قال تفضل هذه رسالة لك. يقول خدت الرسالة، راح الرجال وفتحتها، ولا والله هذا الرجل اللي أنا أعرفه كاتب لي رسالة ومرفق مع الرسالة الصورة، وإذا به طيار مدني. يقول وقرأ رسالته، يقول وتعجب سبحان الله، يعني كيف إنه كان ناوي ينسحب، وكان يعني من ضمن رسالته إنه يكتب أبيات لي من الشعر ويمدحني ويثني علي، ويقول إنك يعني أنت السبب بعد الله، والحمد لله يعني وصلت مواصيل يعني زينة، وأصبح أبي يفتخر فيني، وكل ما يعني أفتخر فيني أبي يقول إني أقول ادع لهذا المعلم أو مدير المدرسة فلان اللي هو صاحبنا مدير المدرسة. يقول فتراني ما نسيتك من الدعاء أبدا، وبإذن الله يكون بيننا لقاء قريبا إن شاء الله. يقول فراح الرجل، وأنا رسالته هذه محتفظ فيها عندي، موجودة هي عندي. يقول مشت بي الأيام وراحت، والله انقطعنا عن بعض ما عاد أدري عنه. يقول مجرد هذه الرسالة، يقول في عام تقريبا يعني حدود قبل 20 سنة من الآن. يقول فهذا الرجل جاي لمي عند البيت، يقول طق علي الباب، وفتحت الباب الشارع، يا هلا يا مرحبا. يقول فكنت أنظر له، ما قعدت شوي، ما عرفتني ما عرفتني. يقول قلطته عندي، يقلط، قال ما عرفتني. قلت والله كأنك فلان، يعني اللي هو هذا يعني نفسه.
قال إيه نعم أنا. يقول فسلمنا وخمينا بعض وأخيرا يعني التقينا بعد فراق يعني طويل. يقول فاستمرت يعني الصحبة بيني وبينه، فكان جاي لمي في ذاك اليوم سبحان الله. يقول يعزمني على زواج ابنه، عنده واحد يعني الرجل تزوج وزانت أموره وجاه ولد وولده يبي يعرس وجاي يعزمني على زواج ولده. يقول فقلت سبحان الله الحين. يقول فقلت من باب المزح يعني الآن تنساني في زواجك وجاي تعزمني على زواج ولدك؟ قال والله في زواجي إني حاولت بشتى يعني الوسائل إني أوصل لك ولا قدرت، ولا والله إنه يعني يسعدني ويشرفني، لكن عوضني في زواج ولدي. يقول بالفعل رحت والله وحضرت زواج ولده. الرجل يقول الحمد لله يعني والله يطول بأعمارهم جميع. يقول إلى الآن وأنا وياه بيننا تواصل وصداقة، وهم الآن كبار في العمر، ما هم بصغار، كبار في العمر. فشوف سبحان الله يعني أحيانا أمر بسيط، فزعة بسيطة، توجيه بسيط، تأسيس منك لشخص ما يقرب لك ولا ترجيه. الآن أنت لما تساعد ولدك ولا بنتك ولا أحد من أقاربك يعني تقول يعني أحيانا هذا شيء غصب علي، يعني أحيانا أنت ما تقوى نفسك. لو يقول لك ولدك اتركني لا تذاكرني ما طعته، لا تحرص علي ما طعته. لكن لو يجي واحد غريب وتجي تذاكر له ويقول اتركني يمكن تتركه تفكه. ولدك سبحان الله لا، يعني تتمنى له الخير وتتمنى له المنصب الزين وترجي من الله أنه يوفقه يعني زي كذا. لكن الغريب لا، ما في. يمكن ولد كذا كبر ونفعك، هذا يمكن إذا كبر راح وخلاك ما تدري أصلا تلتقيبه ولا ما تلتقيبه. وناس كثير يعني فعلوا أشياء لله وراحوا هذول الناس اللي هم ساعدوهم واختفوا ما عاد يدرون عنهم لأنهم عاملين هذا العمل لله. يقول فسبحان الله يعني إذا شفت هذا الشخص يقول هذا عملي يعني الوحيد اللي إن شاء الله أني يعني أرجي أن رب العالمين يرحمني برحمته. يقول لي يعني لي الحمد لله أعمال كثيرة، لكن هذا من الأعمال اللي لعل وعسى أنه يكون شافع لي يوم القيامة، إني يعني فعلت هذا العمل وأنا ماني مجبور عليه ولست ملزوم به ولا هو في ذمتي، والحمد لله رب العالمين اللي وفقني الله فيه. فلعل الله يرحمني برحمته بعملي هذا. أنصح الجميع يقول دائما إنه يكون بينه وبين رب العالمين عمل لوجه الله، ما وراه يعني رجاء، ما وراه أجر مادي ولا وراه مصلحة. يكون عملك لله رب العالمين بس ترجي فيه رحمة رب العالمين ومغفرته وعفوه. فالحمد لله رب العالمين يعني السبل اللي توصلك لمثل هذه الأعمال الحين كثيرة ومتوفرة، والحمد لله الناس يعني قادرة أنها تسوي أكثر من اللي قبل. الناس أول يعني ما تقدر تزين شيء أو يكونون محدودين ما يقدرون يروحون. الآن الحمد لله رب العالمين كل شيء تقدر تزينه وانت جالس في محلك. لا تحرم نفسك عمل الخير مهما كان بسيط، مهما كان بسيط في نظرك لكن تراه كبير في نظر الناس. أنت إذا كنت في حاجة وجاء واحد فزعلك والفزعة هذه تراها بالنسبة له شيء تافه سواء مادي أو يعني كلمة قالها الشخص وتوسط لك شفع لك عند أحد، فتلقاها بالنسبة له بسيطة مرة، يمكن هو قالها ومشى ونسى السالفة، لكن أنت ما تنساها، تبتل معك العمر كله ترددها وتتذكرها وتدعي له. فالله يجعلنا وإياكم ممن يعملون الخير للناس ونكون أنحن يعني سبب في نجاح الناس وسبب أنهم يذكروننا ويدعوننا، وتكون هذه الأشياء سبب من الأسباب أن رب العالمين يعني يعفو عنك ويرحمك. ما حبينا نطول عليكم اليوم لكن حبينا ننفعكم بهذه القصة. الله ينفعنا وإياكم ونشوفكم على خير، ونأسف على الإطالة، وفي حفظ الله ورعايته.